أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكون صحة وسلام يا رب. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه بقى عن العملات التذكارية القديمة، وده ان شاء الله يعني هيكون اخر فيديو في السلسلة اللي احنا عملناها بتاعت العملات التذكارية القديمة، اللي طبعا الناس كلها بتتكلم في فكرة ان هي ملهاش اي قيمة وبتاع. لا، انا جاي معرفك في السلسلة دي عشان لو انت لسه بتتفرج علينا جديد، العملات دي ليها قيمة، اي نعم حتى لو كانت قليلة، بس مش هتبقى قليلة زي ما هما بيقولوا لك، او التجار بيضحكوا عليك، او الناس اللي هي مثلا بتعرض بتقول لهم العملة دي عندي، يقول لك دي ما تسويش حاجة دلوقتي، ملهاش اي قيمة دلوقتي. لا، ليها قيمة وليها الزبون بتاعها. اي حاجة في الدنيا دي ليها الزبون بتاعها، ليها اللي عايزها وليها اللي طالبها، سواء بقى هيحتفظ بيها او هيتاجر فيها، ايا كان. بس عشان خاطر الاسعار بتبقى مختلفة جدا عن السوق المصري، وانا بفكر يعني الناس اللي هي متابعاني كتير، الناس دي هي اللي بتشجعني اكمل والله في المحتوى. لو عليا اغير القناة او اروح ابيعها واريح دماغي، لكن انا والله مكمل عشان خاطر بس الناس اللي كل شوية اشوفها في الكومنتات، الناس اللي بتدعمني بجد، الناس اللي بتشكرني، والله انا يعني بحبكم جدا. وشكرا لكل واحد بيكتب كلمة جميلة بتخلي الواحد يعني نفسيته حلوة، بيستمر في المحتوى اللي بيقدمه. فلو انتوا عايزين بعد كده اجيب لكم السوق المصري واسعار السوق المصري واسعار الايباي في نفس الفيديو، انا ما عنديش اي مانع، بس عشان هتحبط لو انت سمعت الاسعار المصريه، هيتنكد عليك تمام، مقابل طبعا الاسعار بتاعت الايباي. دي الفكره انا كنت عايز اعملها من زمان، بس مش حابب اعملها عشان خاطر خايف يعني الناس تحبط من العملات القديمه، او تروح تسيبها في البيت بقى ومتهتمش بيها. بس هي الفكره في كده، فعرفوني في الكومنتات طبعا لو انتوا ايه حابين فكره ان الاسعار بتاعت السوق المصري. وزي ما احنا متعودين نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. تكون أول عملة معانا النهاردة الخمس مليمات بتاعة الثورة التصحيحية، إصدار سنة 77، وانتهى الإصدار بتاعها سنة 79. معمولة من مادة النحاس بوزن 2 جرام، والقطر 18 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.3 مليمتر. كمية السك المعروفة 5 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة ب200 جنيه، بواقع $4. نخش بقى على ال10 مليمات بتاعة الفاو، إصدار سنة 80 وانتهى إصدارها سنة 80. المادة معمولة من البرونز والألمونيوم، بوزن 3.28 جرام، والقطر 21 مليمتر، والسماكة 1.5 مليمتر. الكمية السك المعروفة عنها 2 مليون قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 350 جنيه، بواقع $7. وهتلاقي الأسعار متغيرة عشان الدولار نازل تمام. نخش على العملة اللي بعد كده، ال20 قرش بتاعة التطبيقيين أو المهن الصناعية يعني، والتعليم الصناعي وكده. إصدار سنة 85 وانتهى إصدارها سنة 1985. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، والقطر 27 مليمتر، والسماكة 1.4 مليمتر. كمية السك المعروف عنها 100 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر الأنصر 1480 جنيه، بواقع $30. تمام. نخش على ال20 قرش بقى بتاعت اللي هو المترو. إصدار سنة 89 وانتهى إصدارها سنة 89 تمام. معمولة من مادة النحاس والنيكل، الوزن بتاعها 6 جرام، والقطر 25 مليمتر، والسمكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك بتاعتها 250 ألف قطعة فقط لا غير، بسعر القطعة الواحدة للأنصر 495 جنيه، بواقع $10. نخش على خامس عملة معانا النهاردة، ال20 قرش بتاعت يوم المحاربين. إصدار سنة 1986 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 86. معمولة من مادة النحاس والنيكل، بوزن 6 جرام، والقطر بتاعها 27 مليمتر. السمكة بتاعتها 1.4 مليمتر. كمية السك المعروفة اللي مع القطعة دي غالية ب50 ألف قطعة بس، مفيش منها غير 50 ألف قطعة من سنة 86 حتى وقتنا. عايز أشوف العملات اللي مستمرة واللي لسه الناس محتفظ بيها، ودي عملات تذكارية متداولة، مش مجرد إصدارات هواة، لأ، عملات تذكارية متداولة يعني نزلت السوق المصري والناس باعت واشترت بيها. أنت فاهم قصدي؟ فتخيل هيتبقى كام قطعة من 50 ألف قطعة تمام. المهم سعر الأنصر بتاعها 2225 جنيه، بواقع $45. ومع إن أنا شايف إن $45 ده سعره قليل، بس أدي حال السوق يعني. السعر اللي أنا لقيته جبته لك، بس ما زلت شايف إن مقابل 50 ألف قطعة من سنة 86 لحد وقتنا هذا قليل جدا على كمان سعر الأنصر تمام. المهم نخش على سادس عملة معانا النهاردة،
اللي هي اللهم صل على النبي العشر قروش بتاعت المنسوجات، إصدار سنة 82 وانتهى إصدار سنة 82، معمولة من مادة النحاس والنيكل. الوزن 6 جرام والقطر 27 مليمتر والسمكة بتاعتها 1.4 من 10 مليمتر. كميات السك مش موجودة يا جماعة، تمام. وفي إشاعات وكده، بس أنا مش هعرفك الإشاعات عشان خاطر إيه ما تبقاش حاططها في دماغك إن دي كمية السك. ممكن تكون أعلى ممكن تكون أقل، عشان ما تروحش مثلا لتاجر يتكلم معاك في اي حاجه يقولك دي اشاعات ومش عارف ايه، تمام. فعامه هي سعرها باين ان هي قليله، كميه السك بتاعتها قليله، ب740 جنيه بواقع 15 دولار. نخش على السبع عمله معانا النهارده. العشر قروش بقى بتاعت اللي هي العام المرأة، إصدار سنة 2004 وانتهى إصدارها سنة 2004. عملات تذكارية متداولة، عشان الناس ما تقولش لا دي إصدارات، هو لا، عملات تذكارية متداولة. معمولة من مادة النحاس والنيكل. الوزن 4.52 من 100 جرام والقطر 24.8 من 10 مليمتر. كمية السك 2500 قطعة. تقول لي ازاي وعملات تذكارية متداولة؟ أنا أقول لك أنا معرفش، هما مكتوب 2500 قطعة، متعرفش بقى توزعوا على اللي هما الناس بتاعت المجلس القومي للمرأة، ولا توزعوا على فين، بس هم نزلوا عملات تذكارية متداولة، التصنيف بتاعها نازل عملات تذكارية متداولة. بسعر الأنصر للقطعة الواحدة 4200 جنيه وواقع 85 دولار. برضو في عملة تانية اللي هي ال20 قرش برضو بتاعت اللي هي العام المرأة، إصدار 2004 وانتهى إصدارها سنة 2004. التصنيف بتاعها عملات تذكارية متداولة، تمام. الوزن 6 جرام والقطر 26.8 من 10 مليمتر. السماكة 1.5 مليمتر. كمية السك 2500 قطعة فقط لا غير. بسعر القطعة الأنصر الواحدة 6180 جنيه بواقع 125 دولار. تاسع عملة معانا النهاردة ودي آخر عملة، ال10 قروش بتاعة قناة السويس، إصدار سنة 72 وانتهى إصدارها سنة 72، معمولة النحاس والنيكل. الوزن 6.1 من 10 جرام والقطر 27 مليمتر. السمكة بتاعتها 1.48 مليمتر. كمية السك المعروفة عنها 5 مليون قطعة. ومازالت قناة السويس مطلوبة في أي زمن وفي أي وقت. بسعر الأنصر 840 جنيه بواقع 17 دولار. يعني احنا شفنا حاجات تانية معمولة مثلا كميات سك أقل من كده بكتير، يمكن نص مليون مثلا قطعة سك، بس ما جابتش 840 جنيه. فده يدل إن العملة مطلوبة ومطلوبة بشدة في أي زمن في أي وقت، تمام. وطبعا لو معاك بقى خطأ سك اي حاجة، بس انا ما بحبش اجيب الحاجات دي عشان دي بتبقى نوادر مع ناس معينة. لا، انا بحب اعرف الناس كلها في الفيديوهات بتاعتي وكده، يعني إن الناس كلها، ما بحبش اعرف مثلا خطأ السك بس. ما انت هتبقى مع واحد ولا اتنين ولا تلاتة، انت فاهمين قصدي، بس مش اكتر ولا اقل. عشان ايه؟ هتلاحظوا ان انا ما بجيبش اخطاء سك خالص في الفيديوهات بتاعتي، تمام. وزي ما قلت لكم، اللايك الجميل بتاعكم، وفي الكومنتات عرفوني عايزين اسعار السوق المصري ولا لا. بس هتلاقوا الاسعار مش في الارض، ده انت هتلاقوها تحت الارض كمان، تمام. يعني مثلا لو قطعه بتتباع على الايباي ب10 جنيه، هتلاقيني جايب لك سعرها في السوق المصري بجنيه ونص، ب2 جنيه. انت فاهم الفكره اللي انا بتكلم فيها؟ بس برضو لو انتوا عايزين تعرفوا عشان تبقوا نازلين على علم وعلى نور، انا شايف ان ده احسن. يبقى انت نازل عارف التاجر هيقول لك ايه، فانت تكون مستبق الكلام بتاعه. وبرضو عرفوني في الكومنتات، تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.